تعليمات واضحه من بوطهر المساعد المدرب او المدرب الحالي لفريق شباب الكاس خنيفره. طبعا كره ملعوبه من جديد لمحمد عزيز. محمد عزيز رجع كره للخلف والبحث عن الانطلاقه من جانب عناصر فريق شباب اطلس او فريق النهضه الرياضيه البركانيه. بنون يعني امين الكاس بنون. كرة ملعوبة من امين الكاس، دخول داخل منطقة العملية، تمريرة، فرصة، نعم، جول الاول. تحدثنا عن لاعب اسمه عدنان الوردي، قلنا انه يهيئ الكرات عوض ان يصوب ويسجل، واليوم بدا في هذه اللحظة انه مسجلا لا مبررا. لقطة من اللقطات المهمة في مباراة اليوم بطريقة مهمة ومثيرة. جاءت الكرة جانبية عرضية والاستثمار بأحلى كرة من جانب عدنان الوردي. هذه كرة ملعوبة، أكيد أنها كانت مهمة جدا الكرة الماضية، والناجي كأنه كان يبحث لتسجيل الهدف الأول. قال 1-0 وهي النتيجة المسجلة في هذه اللحظات. 1-0 عدنان الوردي يضع الكرة في الشباك. امين الكاس اللي قام بالتمريرة الجانبية، وعدنان الوردي يضع الكرة في الشباك. ماذا يحدث في هذه اللحظات؟ يعني اللاعبين ديال فريق شباب اطلس خنيفره الان اكيد انهم في معنويات صعبه صراحه، واعلم جيدا ان هناك في مدينه خنيفره من يتنفس الصعداء، لان هنالك جمهور شغوف، هناك مسؤولون، مسيرون، متابعون، مواكبون، مناقدون، صحفيون يعشقون شباب اطلس خنيفره ويريدونه ان يكون دائما في العالم، ولكن النتائج مؤخرا يمكن نقول بانها لا تسعف هذا الفريق. ربما عامل الحظ وربما مجموعه من العوامل الاخرى، ولكن لم تسعف فريق شباب اطلس خنيفره للبروز بشكل كبير. لكن اقول دائما انه لا زال امام هذا النادي الكثير من الوقت لتدارك مفات، لترميم الصفوف، لتحقيق النتيجه المطلوبه والمرغوبه، وهي البقاء في القسم الوطني الاول على الاقل هذه السنه. كرة ملعوبة الآن في خط الوسط، تحضير في الخط الأمامي، آخر مطاف شوط راسية، رجعات من جديد عناصر فريق شباب اطلس خنيفره. كرة من جانب الحارس الحسين زنا اللي فعلا قدم مقابلة جيدة، ولكن لم يسعفه الحظ في الحفاظ على نظافة الشباك. وكرة ممتازة من جديد لصالح شباب اطلس خنيفره، ولكن ليس بالامكان للباحة الانطلاقة بسرعة. لماذا؟ لانه غياب اللاعبين على مستوى الخط الامامي باش يساندوه في الكرة الامامية. هذه كرة ملعوبة من جديد من الجهة اليسرى، تمريرة ممتازة، فرصة داخل منطقة العملية، تحضير، امكانية تصويبة. لقطة مهمة ومثيرة في مباراة اليوم، وهدف التعادل يضيع من مصطفى الحاجي اللي كان بالامكان استثمار الكرة الماضية. شوف هنا لقطة الهدف الاول، لقطة الامتاع من عدنان الوردي اللي وضع الكرة في الشباك معلنا عن افتتاح التسجيل في مباراة المقدمة عن الجولة رقم 12، فيما فريق شباب اطلس خنيفره كان قريبا من التعديل بردة فعل مهمة ومثيرة في مواجهة مقدمة عن الجولة 12. كرة ملعوبة في الخط الامامي، ضاعت، رجعات من جديد لغسول، يرجع كرته صوب الحارس يقوم بالتنفيذ ويبعد الخطورة. كرة ملعوبة في خط الوسط، ونعرج اليوم على مباراة 1-0 التي تسير حتى الآن بنتيجة 1-0. هل ستنتهي بهذه النتيجة أم تتغير؟ كرة أمامية ومنير مرابط في المكان المناسب. مقابلة مقبلة لفريق النهضة الرياضي البركاني ستكون أمام فريق المغرب التطواني في الدورة المقبلة، الدورة رقم 13، فيما فريق شباب أطلس خنيفره الذي يلعب هذه المقابلة وهو يبحث لتسجيل هدف التعادل في أي لحظة. حق مشروع فريق شباب أطلس خنيفره حتى آخر رمق
تابعوا نادي المحاولات المستمره. رد شباب اطلس خنيفره تعادل بجوج ديال المباريات منذ انطلاقه الدوري الوطني المغربي. طبعا المقابله الاولى والثانيه انتبهوا مع عندنا الوردي محاوله المرور كاين كمال هيثم الحاج اعتقد بطاقه حمراء انتبهوا بالفعل نقص عددي كمال هيثم الحاج بعد تلقيه ببطاقه صفراء في هذه المحاوله، وانه كان لديه بطاقه صفراء سابقه فبطاقه حمراء. شاهدوا هنا المحاوله ديال المرور. هنا الوردي اسقط التحام بين الطرفين حاول شد القميص ف هيثم الحاج يغادر ببطاقه حمراء. صعب مأمورية فريق شباب اطلس خنيفره في هذه المواجهه، يعني هذه البطاقه واذا تلقي كيفيه مقابله اكيد انها مهمه ومثيره للطرفين معا، ولكن اعتقد ان شباب اطلس خنيفره في ظل يعني النتيجه المفروض لاعبين ايضا يضيفوا اضافه للمدرب ولا الاضافه للفريق، لانه تجيك بطاقه حمراء بحال هذه ما غاديش يعتمد عليك المدرب في المباراه المقبله وغتكون موقف، وبالتالي يضيع الفريق في خدمه مجموعه من اللاعبين. عنائيا كمال هيثم الحاج في الوقت اللي كاين صراع في الجهه الاخرى من الملعب، المفروض من الحكام يضبطوا المقابله وفعلا نديه كاينه، مقابله ماشي سهله، لكن المفروض ضبط المقابله. اي تجاوز فالبطائق اكيد موجوده، لكن عناصر لفريق شباب اطلس خنيفره لا يستسيغون طرد لاعب اسمه كمال الحاج، معتبرين على انه ما كانش يتلقى بطاقه صفراء على التدخل الماضي. على اي قرار الحكم، والحكم يحترم في قراراته. هناك مراقب للحكم وهناك مراقب للمقابله. دائما كتبقى السلطه لحكم هذه المواجهه الذي يقود مباراه اليوم مع عصبه الشنال عبد الله بوليفا. اذا ضربه خطا لصالح فريق النظريه ديال بركانيه، ضربه خطا داخل منطقه العمليه تنفذ. فرصه الحسين زنا ينقذ المرمى من هدف محقق. شوف طريقه كره ملعوبه داخل منطقه العمليات بهذه الطريقه وبهذه التقنيه، ممتاز الحسين. لو انه تقدم سنتيمترات قليله للامام لكان بالامكان القول انه هدف بطريقه بديعه لفريق النظريه ديال بركاني، ولكن تموضع ممتاز للحارس. استمر مقابله بما تحمل من توتر وبطاقه لامين الكاس. شاهدوا الاحتجاجات متكرره. امين الكاس اذا يتلقى بطاقه صفراء. تغيير قادم في صفوف فريق شباب اطلس خنيفره. تابع الزاويه، كره ملعوبه ولكن هنالك تغطيه. مقابله مثيره صراحه، ولكن كان ممكن انه تكون نتيجه احسن. هذه من 1-0 كان ممكن تكون نتيجه اكبر. ناقص عددي في صفوف فريق شباب اطلس خنيفره، وهنا تغيير تكتيكي خروج امين محا ودخول لاعب رقم 11 الكنيبي يوسف اللي كيدخل لرقعه الملعب مساندة زملائه. تغيير تكتيكي من مدرب بوطار. هل يمكن ان يقدم اي جديد؟ الوقت بدأ ينفذ ونحن نتابع اخر لحظات من نهايه الوقت القانوني لعمر هذه المواجهه، انتظار معرفه كم سيضيف الحكم كوقت بدل ضائع في مباراه اليوم.
كان الحديث ربما عن خنيفة، فحتى نواحي المدينة هم يتابعون ويواكبون مباراة اليوم بقلوب تابحة وترجو يكون الفريق الخنيفي في قادم الايام يستحدث ويرمم صفوفه. وحنا كنتابعوا المحاولات هذه الكاس، تمكنش من الكره ديالو بشكل جيد، مشات للجهه اليمنى. عادل السراج